السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الخير عليكم، إن شاء الله كلكم تكونوا بألف خير. ومثل ما وعدتكم بالفيديو الماضي قلتلكم، أو بفيديو العزيمة قلتلكم رح أعمل طبخة الشيخ المحشي إن شاء الله. الشيخ المحشي اللي هو كوسة بلبن، محشي لحمة، مو الكوسة بلبن اللي عملته من قبل، محشي رز ولحمة. لا، هذا شيخ المحشي بنسميه أبلمة كمان بالشام. مقاديره مثل مو واضحة هلأ قدامكم، وطبعا أكيد جنبه رز مفلفل. وهلأ مثل ما لكم شايفين إن شاء الله رح نبلش بالطبخة. بس قبل بدنا ما ننسى أنه نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه. هون أنا عاملة الكوسة. الأكلة بتحتاج كوسة صغير مغسول ومنظف ومحفور. طبعا ما منجور عليه كتير بالحفر لأنه لسه عنده قلي وعنده سلق، فبيدوب ذوبانه بصراحة. هون بلشت أنا ضبط اللحمة. حطيت اللحمة الناعمة، حطيت معلقتين 3 سمنة، ضبطت اللحمة بس تفك معي منيح. بضيف لها الملح، القرفة الناعمة، البهارات ال7، بتركها تتسبك مع بعضها لتستوي. آخر شي بضيف لها بصلتين ناعمين كتير، بيعطوها تزكاية كتير هيك رايقة للطبخة، وبيعطوها طعم رائع. طبعا البصل وين ما قعد يعني بينقل الأكلة لمحل تاني. بضيف لها مثل ما قلت، بضيف لها البهارات وبضيف لها البصل، بتركها تتسبك منيح. والملح كمان، الملح حسب الرغبة أكيد. هي اللحمة بنحط لها صنوبر، بس أنا عندي بالبيت ما بيحبوا الصنوبر مع اللحمة، لهيك بستغنى عنه. ومثل ما لكم شايفين الخطوات، وبعدين بطفي عليها لحتى تبرد مشان فوت بالخطوة الثانية يلي هي حشي الكوسة. وهون هلأ أنا بلشت بحشي الكوسة. لازم تنحشى كتير منيح، يعني ما نخلي لها فراغات، لأنه لما بدها تنقلب وتنسلق بنخاف إنه تطلع اللحمة منها. هون وأنا كنت عم بحفر الكوسة انكسرت معي كوساية، فقلت يا بنت بعد ما أحشي كل مرة كل ما بحشي بيوقع مني لحمة سواء بالقلي أو بالسلق. فرحت حطيتها هيك، كسرتها كلها قطع ناعمة مثل ما لكم شايفين، كسرتها قطع ناعمة للكوساية اللي انكسرت معي، وحطيتها بتم الكوسة إنه بحيث يعني ما تطلع اللحمة من الكوساية لما بدي أقليها. هون نزلتهم بزيت سخن وزيت غزير، بقليهم ما بجور عليهم كتير، يعني مو إنه حتى يتغير لونهم، لأنه فعلا دايبين ذوبان. بشيلهم وبنزل الكمية التانية لحتى يخلصوا تماما. لك هدول القطع كلياتهم اللي طلعوا معي من تم الكوسة، لا يطلعوا هدول أحسن ما تطلع اللحمة وتصير الكوساية فاضية. وهي الكوسايات بعد ما انقلوا ما حاولت اني انا اغير لونهم ولا جرت عليهم كتير، لانه دابوا، حسيتهم عن جد دابوا. وبعدين حطيتهم بعلب لحتى فرزون، قسمتها على طبختين. انا هيك اكلة لما بتكون كبيرة، لما بتكون إلها شغل كتير كترة، يعني أنا بعملها على كذا كذا طبخة، لأنه بدها شغل كتير وحفر ولحمة وتقلاية وسلق. فبقوم أنا بعملها على كمية كبيرة، بعملها على طبختين أو 3، يعني بلاقيها بعدين وبحطها بالفريزر عادي. هلا هون أنا طلعت عندي عزيمة، فطلعت الصحنين من الفريزر عادي، بيطلعوا قبل بيوم بالليل بنحطه بالبراد ولا بيصيرلون شي. نحن هون بالعادة بنسلقهم قبل ما ننزلهم باللبن، بس أنا لما مسكتهم بصراحة بعد ما طلعتهم من الفريزر لقيتهم دايبين فعلا، ما بيتحملوا أبدا سلق، يعني كتير بدهم يفرطوا. فنزلتهم والله مثل ما هن باللبن،
ويعني ما أثروا أبدا أبدا على الطعمة. اللبن طبعا حطيت له، لما شويته حطيت له بيضة وملح ومعلقتين كبار نشا، وضربته بالبلندر، وبعدين على نار قوية لحتى غلى. ومثل ما شفتوا نزلت الكوسات باردين شوي، فاللبن أكل صدمة. ما تخافوا عادي، تحسوا صار هيك مقرش أو فارد. فأنا ضفت له معلقتين نشا بنص كاسة مي، وطلع معي لبن رائع مثل الكريمة. هي هون انتو شايفين عم ينسكب اللبن، أبدا ما فارد. اللبن كله ماسك مع بعضه. طبعا ما بدي أخبركن على طعمته. فلفلت جنبه رز كمان، هي الأكلة إجباري بدها رز، يعني شيخ المحشي بلا رز ما بيمشي حاله. طبعا هون النتيجة النهائية، وأكيد مارق عليكم هذا المشهد بفيديو العزيمة، لأني أنا عملتهم الشيخ المحشي وقت العزيمة، وما نزلت طريقته مثل ما قلت لكم. ما نزلت طريقته بهداك الفيديو لأنه رح يزيد يعني 7 أو 8 دقايق زيادة بتوقيت الفيديو، وهيك رح تملوا وما رح تحضروا كله. فهي أنا سكبت الشيخ المحشي على صحنين وجنبه الرز، وطلع فعلا أكلة يعني بتنهدى الملوك بصراحة. أكلة بتنهدى الملوك، يعني اللبن من ناحية الطعمة، الكوسة محتفظ بطعمته، بطعمة الكوسة، واللحمة يعني مكملته. ما حسيته إنه اتأثر أبدا الكوسة لأنه ما انسلق، لا بالعكس، حسيته لسه ضل محافظ على طعمته أكتر. حتى اللبن فعلا أخذ من طعمة الكوسة. يعني أنا مرات التانية إذا هيك شفت الكوسة ما بيحتاج سلق، فخلص عادي بنطبخ تماما فورا بعد القلي. ولا تحتاروا وتقولوا إنه لا لازم ينسلق، لا خلص، شايفين الكوسة ما بيتحمل عادي. وهيك هلأ هون تغدينا هالغدا الطيب، الله يسلم إيدي يا رب. هيك بيكون كمان خلص الفيديو. إن شاء الله اليوم تكون الطبخة عجبتكم والخطوات كلها واضحة لإلكم. بتمنى الدعم، بتمنى اللايك والشير والكومنت. نشوفكم بفيديوهات جديدة. يلا بأمان الله.